بعد كنشبر الميزان الخيط ديالي كندخلو البلاصه ديالو. ملي كندخلو ماشي غير كندخل عشوائي كما دخلت مثلا عشوائي وكنجي كالزيار، هذا راه غلط. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله في الفيديو هذا نوريكم الطريقه كيفاش تقوموا تركبوا الميزان ديال الخيط او بلوك دو طونسيون. في الحلقه اللي فاتت كنت وريكم الطريقه كيفاش تركبوا يعني رسول كنترول وكيفاش تجمع ميزان الخيط. في الفيديو هذا نوريكم الطريقه كيفاش تركبوا في البلاصه ديالو في الماكينه هنايا. تبع معنا الفيديو حتى الاخر. اول حاجه كتجي لورد الماكينه كتاكد من البياسه هذه بان راه الصباطه يعني الصباطه نازله، ما خصهاش تكون طالعه بحال هيدا، يعني هذه ما خصهاش تكون طالعه هنا، خصها تكون نازله، يعني الصباطه نازله. دابا غنشوفوا الطريقه ديال التركيب ديال ميزان الخيط. كما كتشوفوا معنا ها هي الصباطه عندي نازله من تحت. اول حاجه كنشوفوا مثلا هذا رسول كنترول كيجي على يدك ديال الشمال، كتاكد ان الكوبيه راه راكبه في البلاصه ديالها. بعد كنشبر الميزان الخيط ديالي كندخلو البلاصه ديالو. ملي كندخلو ماشي غير كندخل عشوائي كما دخلت مثلا عشوائي وكنجي كالزيار، هذا راه غلط. علاش غلط؟ كما كتشوف معنا مثلا انا زيرتو هاد الديسكات بقاو مفتوحين، وإلا بقاو هاد الديسكات مفتوحين راه الماكينه ما عاد تخيط لي شي مزيان وعاد تخرص. والطريقه اللي اركبوا بها صحيحه هي كنفسخ هاد البيس اللي هنا، كنشوف هو رجع مثلا كما كتشوف انا كنوريك عليه كيدخل داخل الديسكات كيتفتحوا، ومني كنطلق منه كيرجع كيتشدوا. خصني مني يرجع نخليه هداك. كما كتشوفوا زاويه اخرى هنا كنوريك عليه الديسكات كيتفتحوا، كنطلق منه كيرجع. ديك الرجعه اللي كيرجع كنشوف نتاكد بان هاد الديسكات راهم مشدودين، تما كنزير الفيس ديالي. انا زيرت الفيس ديالي وكنتاكد بان هذا الرسول كنترول جا في الاتجاه اللي هنا، هو هذا هنايا. كما كتشوف معايا انا كنعلي الصباطه مثلا، هما الديسكات كيتفتحوا، هاد الديسكات مفتوح، انا نهبط الصباطه يتشدوا، راهم يتشدوا لي الديسكات دابا.